ده اول اختراعات رمضان السنه دي، طربوش السيد. اختراعات رمضان بدات تنزل، اول اختراع نزل رمضان السنه دي هو طربوش السيد من الملكي. السنه اللي فاتت كان عمل الاهرامات وكانت كنافه ومحشيه حاجات، فخلينا نشوف ايه اللي جوه الطربوش ده. عامل له تغليف كده مخصوص شكل الطربوش، وعامل برده طربوش من جوه. هل ده ممكن يتلبس؟ يبقى واسع شويه. هو عامله بحجم واحد وعامل شكل الطربوش بنفس اللون الاحمر بنفس البتاع اللي من ورا دي. نزل بثلاث اطعمه، انا لقيت طعمين بس، واحد كوكونات فراوله والتاني مانجا. نبدا باول طربوش معانا، الكنافه مانجا. طبقات كنافه وكريمه ومانجا، والمانجا سايحه شويه جوه الكريمه. ندوق من هنا، بسم الله. الكنافه طعمها حلو، سكرها مظبوط، بس المانجا مش قطع مانجا ماسكه نفسها، ممكن نقول اقرب للسموزي شويه. يا اوفر اول طعم الكريمه نفسه اللي مستخدمينه حلو قوي. هو خد اختراع كلنا عارفينه اللي هو الكنافه مانجا، بس عمله على شكل طربوش بمناسبه رمضان. الكوكونات فراوله، بما اننا يعني ايه لسه في موسم الفراوله. كنافه كريمه، كنافه بكريمه فراوله وفي لوز تقريبا. نعتذر عن هذا المنظر، بسم الله. واكتر طعم وصل لي انك تحس انك بتاكل كنافه كريمه بالمكسرات، الكريمه نفسها اللي دايما بيستخدموها في الحلويات بتاعتهم عشان هو الملكي يعني، بيبقى طعمها حلو كده. احنا جربنا طربوش السيد اول اختراعات رمضان السنه دي، جربنا طعمين. الكنافه مانجا بالنسبه لي كان احلاهم. في طعم ثالث اللي هو كريم بروليه سلطه كراميل، ده ما لقيتهوش. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ما تنساش تعمل فولو للبيج عشان ان شاء الله هنجرب كل حلويات رمضان السنه دي. كل سنه وانتم طيبين، شكرا جدا ليكم، سلام.